قبل ما ابدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا. بتبدا حكايتنا مع هاركو اللي بيكون طالب عادي جدا زي اي طالب، ولكن الطالب دوت بيكون منعزل تماما وبيموت في حاجه اسمها وحده، وبنشوف ان هو بيكون مع نفسه ومش بيكون ليه اي اختلاط مع اي طالب تاني. وبعد كده بنشوف ان بيحصل حدث غريب وكله بيكون مرعوب من المنظر دوت. بيشوفوا ختم سحري بيحيط بالمكان بالكامل، وهارك بيجري ناحيه الباب علشان يهرب من الفصل بسرعه، ولكن الباب مش بيفتح، وبيحاول بكل الطرق لكن الباب مش بيرضى يفتح معاه. وبعد كده بيشوف فتحات التهويه وبيجيله فكره ان هو يهرب من هناك، وبعد كده بيوصل لهناك ويفكر ان هو اللي نجي الوحيد من الفصل دوت، ولكن بيشوف ان الختم مش بيكون سابه وبيروحوا وبيجيبوا من قفاه، ويا دوبك بيفتح عينه كده بيشوف ساحر عجوز بيكون واقف قدامه، والساحر دوت بيقول له ان هو كان بيحاول ان هو يستدعي بطل علشان ينقذ العالم دوت، وبيقول له ان المفروض كل واحد يوصل هنا ويختار مهاره من المهارات الكتيره اللي بتكون موجوده، وبيقول له ان الطلاب كانوا كتير جدا واختاروا اغلبيه المهارات الحلوه وسابوا له شويه مهارات كحيانه جدا، والمفروض ان دلوقتي هارك يختار واحده من المهارات ديت، ولكن اول ما بيشوفهم بيكون مصدوم. بعد كده بيروح للراجل وبيبدا ان هو يتخانق معاه، وبيقول له ان المهارات ديت بتكون ضعيفه جدا، وبيقول له هو انت عاوزني اموت ولا ايه؟ فالراجل بيقول له خدهم كده كلهم ببركتهم وروح اتكل على الله، وبعد كده بيقول له تمام، وبياخد اللي يقدر عليه، ويا دوب بيفتح عينه وبيلاقي نفسه في عالم تاني، وبيتفاجئ ان هو بيكون في غابه غريبه جدا، وبعد كده بيشوف شنطه سحريه بتكون مرميه جنبه وبيكون جواها شويه اسلحه كتير، وبعد كده بيشوف لبسه حلوه جدا كده فبيقرر ان هو يلبسها، وبعد كده بيظهر في ايده نرد كده، وبنعرف ان النرد دوت لو جه عليه رقم فالرقم دوت هيزيد مستواه بنفس الرقم، وبعد كده بيطلع 2 ام، وبنعرف ان كده الحظ عنده بقى ليفل ماكس، وبعد كده بنعرف ان هو بقى في المستوى الاول، وبعد كده بيبدا ان هو يستكشف في الغابه، وبيبدا ان هو يدور على مكان علشان يقدر ان هو يعيش فيه، وبعد كده بيلاقي مهاره تحسين الرؤيه، وبعد ما بيستخدمها بيتفاجئ ان هو بيقدر ان هو يحدد اسماء واستعمالات الاشياء اللي بتكون موجوده قدامه، وبيبدا ان هو يجمع شويه اكل وشويه حاجات كده من مستلزماته، ولما بيكون ماشي بيشوف كهف كده وبيعجبه وبيقرر ان هو يدخل جواه، لكن بيكون خايف لا يكون في حد موجود جواه، لكن لحسن الحظ مش بيلاقي اي حد جواه وبيكون الكهف فاضي خالص، وبيقرر ان هو يعمل من الكهف دوت بيت ويعيش فيه، وبيكتشف ان هو بيكون عنده مهاره بقاء السحر، والمهاره دي بتكون اسطوريه جدا، وبعد كده بيبدا ان هو يجمع شويه خشب علشان يولع نار، وبالمهارات بتاعته بيولع نار، وبيكتشف ان المهارات بتكون كويسه يعني. المهم ان بعد كده بيعمل اكل وبيبدا ان هو ياكل، وبعد ما بياكل بيقرر ان هو يبدا ان هو يستكشف في المكان ده، وبعد كده بيخرج، واول ما بيمشي خطوتين بيلاقي شويه غولان قدامه، وبيقرر ان هو يحاربهم، وبعد كده بيستخبى وبيقرر ان هو يحلل مهاراتهم، وبعد كده بيعرف ان الغولان ديت بتكون ضعيفه جدا وان هو يقدر ان هو يهزمهم بكل سهوله، وبعد كده بيطلع عصايه من جيبه وبيقرر ان هو يستعمل عليها السحر، وبيبدا ان هو يهجم عليهم، وبيمسك واحد وبيعمل معاه الواجب، والتاني بيقرر ان هو يهجم عليه، لكن الواد طبعا كان قوي جدا وبيقدر ان هو يهزمهم هما الاثنين، وهو كان واقف مستغرب جدا ان هو ما كانش متوقع ان هو يكون عنده القوه دي، وبعد كده بيقعد علشان يعمل اكل وبيكون مبسوط جدا، وبعد كده بيشوف مهاراته ويتفاجئ ان هو بيكون اتطور جدا وبيكون فرحان على الاخر، وبعد كده بيبدا ان هو يتدرب علشان يكون اقوى شويه، وبعد كده بيخرج بره وبيقرر ان هو يستعمل قوته، وبيتفاجئ ان هو بيكون عنده قوه كبيره جدا، وبعد كده بيقابل شويه غيلان كده وبيبدا ان هو يهجم عليهم وبيخلص عليهم في سكته، وبيقول في نفسه كده ان هو مش هيعتمد اي حيوان تاني واي وحش هيقابله هيخلص عليه، لكن بيتفاجئ ان هو بيشوف غول كبير جدا، وبعد ما بيشوف ان الغيلان دي بقت اقوى فبيقرر ان هو يرجع لان هو في الفتره ديت مش قوي للدرجه ان هو يواجههم، وبعد كده بيشوف ارنب وبيبدا ان هو يجري وراه علشان يصطاده، واول ما بيمسكه بيكون فرحان جدا ويقول اخيرا ان انا هقدر ان انا اكل لحمه، وبعد كده بيحس ان بيكون في حد قريب منه في المكان، فبيتفاجئ ان بيكون هم دول الطلاب اللي كانوا معاه في الفصل، وبعد كده بنعرف ان البنت اللي معاهم دي بتكون اسمها سيرا، وهو طبعا كان بيحبها من زمان، وطبعا علشان هو كان منعزل جدا فما كانش بيقدر ان هو يتكلم معاها او حتى يقرب منها، وبعد كده بيقول ان هو بيكون سعيد جدا لما بيكون لوحده، ويا ترى ايه هي الحكايه، وبعد كده بيستخبى قبل ما اي حد يشوفه، لكن صحابه بيلاحظوا ان بيكون في حركه في المكان، ولكن فجاه الارنب بيطلع، وهم اول ما بيشوفوه بياخدوا بعضهم وبيمشوا من المكان، وهالك بيروح علشان يراقبهم علشان هم كانوا مجموعه المشاغبين اللي كانوا معاه في الفصل، وبيعرف انهم عاوزين ان هم يأذوا الطلاب التانيين اللي معاهم، وهالك اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون متضايق جدا، وبعد كده بيرجع للبيت بتاعه، وبعد كده بيتفاجئ ان هو بيكون عنده مهاره الوحده، وهو دوت اللي بيخليه يتفادى كل اللي حواليه، وبعد كده بيقرر ان هو يظبط المكان اللي هو فيه، وبيبدا ان هو يستخدم قوته وبيظبط المكان، يعني بيجيب شوت سرير على كام حاجه كده. المهم ان بعد كده بيسمع صوت غريب بيكون بره، وبعد كده بيشوف اصحابه وهما بيكونوا بيواجهوا شويه غيلان، وبعد كده بيقرر ان هو يساعدهم، ولما بيجي يستخدم مهاره الرؤيه بتاعته بيتفاجئ ان اصحابه بيكون عندهم قوه كبيره جدا، واول ما بيعرف الكلام دوت بيقرر ان هو يسيبهم ويمشي، لكن بيتفاجئ ان في شويه غيلان بيحاصروهم من ورا وبيكونوا زانقينهم على الاخر، وهو بعد كده بيقول ما بدهاش، وبيقرر ان هو بيبدا ان هو يهجم عليهم وبيبدا ان هو يخلص على الغيلان واحد ورا الثاني، وبعد كده هما بيشكروه، طبعا بيكون متضايق جدا بسبب لعنه
الوحده اللي بتكون عنده. المهم ان هو بعد كده بياخدهم للبيت بتاعه، وهم طبعا اول ما بيدخلوا جوه بيكونوا مصدومين بسبب ان المكان بيكون منظم جدا. وبعد كده هو بيسالهم عن باقي الطلاب، وهم بيقولوا له ان هم هربوا منهم وما يعرفوش هم بيكونوا فين. وبنعرف ان الجماعه دول اسمهم جماعه الحمايه، وهم كانوا مقسمين نفسهم، يعني الجماعه دول كانوا بيحميهم والباقيين طبعا كانوا ضعفاء وكانوا مرعوبين جدا. وبنعرف ان لما الغيلان كانت بتهجم عليهم فجماعه الحمايه هم اللي كانوا بيحميهم وبيخلصوا على الغيلان. وبنعرف ان سيرة هي اللي كانت متوليه دور القياده، وكانت بتاخدهم يعني لاي مكان علشان يقدروا انهم يعيشوا فيه. ولكن طبعا الطلاب ما كانوش عاوزين انهم ينفذوا كلامها، وطبعا الطلاب كل واحد بيروح على مكان، وسيرة طبعا بتحاول انها تجمعهم لكن مش بتعرف. وبعد كده مش بنشوف اي حد بقى غير جماعه الحمايه، واللي هم بيكونوا بيحموا الكام طالب الضعفاء اللي بيكونوا معاهم. وبعد كده بنعرف ان جماعه المتمردين هم السبب ان الطلاب طبعا ينفصلوا عن بعض. وبنعرف ان الجماعه ديت بيكون عندهم مهاره انهم يقدروا انهم يتحكموا في اي حد، وعلشان تقدر على المهاره ديت لازم انك تطور من مستواك. وبنعرف ان الطلاب لما عرفوا كده راحوا قالوا لسيرة، وبعد كده سيرة بتحسن من مستواها وبتروح للطلاب دول، وهم طبعا بيحاولوا انهم يسيطروا عليها لكن مش بيعرفوا، وهي بتعمل معاهم الواجب. وبعد كده بتطردهم من المخيم وبتعرف باقي الطلاب بحقيقتهم. ولكن للاسف جماعه المشاغبين بيرجعوا للمكان وبيبداوا انهم يبوظوا فيه، وطبعا اللي بيتحمل مسؤوليه كل اللي حصل دوت هم جماعه الحمايه. وبالرغم انهم طبعا كانوا بيحاولوا انهم يحموهم، لكن الطلاب مش بيسمعوا الكلام دوت وبيبداوا انهم يهجموا عليهم. والرئيسه طبعا بتقرر انها تدافع عنهم، لكن الموضوع بيسوء وجماعه الحمايه بيقرروا انهم يمشوا. وهالك طبعا اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون صعب عليهم وبيعرف انهم عانوا جامد جدا. المهم ان تاني يوم بنعرف انهم خلاص قرروا انهم يمشوا ويروحوا لاقرب مدينه يقدروا انهم يروحوا لها. المهم ان بعد كده هالك بيبدا ان هو يودعهم، لكن اللعنه اللي عليه بتسيطر عليه وبيبدا ان هو يطردهم من المكان. المهم ان هو بعد كده بيقرر ان هو يروح للمكان اللي تم تدميره، واول ما بيفعل مهاره الرؤيه بيشوف مجموعه من البنات بيكونوا موجودين في المكان، وبيحاول ان هو يهرب قبل ما هم يشوفوه، لكنهم بيشوفوه وبيسالوه لو كان شايف مجموعه الحمايه وهو جاي عليهم، وبيقولوا له انهم بيكونوا عرفوا بغلطهم وبيقرروا انهم يعتذروا لهم علشان هم كانوا بيساعدوهم وبيحموهم دايما. وهالك طبعا بيتعصب عليهم جدا وبيقول لهم انهم المفروض ما كانوش يعملوا كده، ولازم دلوقتي ينزلوا وراهم المدينه ويعتذروا لهم على اللي هم عملوه دوت. وبيقول لهم انهم لازم يرفعوا من مستواهم الاول علشان لو قابلتهم شويه وحوش يقدروا انهم يدافعوا عن نفسهم شويه. وبعد كده بيتفاجئ انهم قعدوا مكانهم، وبيتفاجئ ان هو بيكون عنده مهاره الاخضاع وانها اتفعلت لوحدها. وبعد كده بنشوف ان هو بيكون مظلوم، بيكون خايف جدا لحد يشوفه ويفهمه غلط ان هو بيعمل اي حاجه غلط. وطبعا النحس مش بيسيبه، وبعد كده بنشوف ان سيرة ظهرت وبتبدا انها تزعله على اللي هو بيكون بيعمله دوت. المهم ان بعد كده بنشوف ان شويه بنات كمان بيكونوا وصلوا المكان، وبعد كده سيرة بتبدا انها تبص على البنات وهم بيكونوا تحت تاثير مهاره الاخضاع، وهي طبعا بتبدا انها تساله هم مش بيكونوا بيتحركوا ليه، وهو طبعا بيكون في موقف لا يحسد عليه. وبعد كده تاثير المهاره ديت بيروح، والبنات طبعا بيتجمعوا علشان يشوفوا هم يعملوا معاه ايه دلوقتي. المهم ان هو في الوقت دوت بيقرر ان هو يهرب، لكنهم بيمسكوه وبيقولوا له انت بتفكر تعمل ايه، وبعد كده هو بيقول تمام وبيبدا ان هو يتدرب على نوع جديد من السحر، ولكنه طبعا بيندفن في الارض وحالته بتكون حاله. وبعد كده سيرة بتطلعه وبتقول له انت بتعمل ايه دلوقتي يا حزين، وبتقول له علشان تهرب مننا بتدفن نفسك في الارض، وبتقول له انت شكلك كده غبي جدا. وبعد كده بتقول له انهم قرروا ان هو يساعدهم، وهو بيقول لها ان هو يساعدهم من اول بكره ودلوقتي هو هيروح البيت. وبعد كده سيرة بتقول له ان كده بسيطه جدا احنا هنروح كلنا مع بعض، وهو بيتصدم وبيقول لها نروح فين، فهي بتقول له نروح معاكم، مش من الرجوله انك تسيب مجموعه من البنات في المكان دوت دلوقتي. وبعد كده بيفعل مهاره الرؤيه علشان يقدر ان هو يرجع للكهف. اول ما بيوصلوا هناك وبيدخلوا جوه البنات بيكونوا حرفيا مظلومين جدا. وبعد كده بيقولوا اخيرا بقى عندنا بيت، وهو بيعرف ان هو اتدبس، وهو ما بيعرفوا ان بيكون في حمام في المكان. وبعد كده الهدوم بتطير والدنيا بتكون سداح مداح على اخر يعني. وبعد كده بنشوف ان هالك خد بعضه وقرر ان هو ينام في خيمه بره البيت خالص. المهم ان هو بعد كده بيشوف سيرة بتكون داخله عليه وبتبدا انها تشكره، وانهم طبعا ما كانوش عارفين هيعملوا ايه في الورطه اللي هم كانوا واقعين فيها ديت، وبتبدا تشكره وبتقول له ان من فضلك انت بينا حاسين بالامان دلوقتي، وبتقول له انها لو كانت تقدر انها تحميهم ما كانتش طلبت منه من الاول. ولكنه طبعا بيقول لها لا عادي ما يهمكيش، ويعرف انها بتكون ذكيه جدا وانها عندها حل لاي مشكله. وطبعا هي بتكون عكسه جدا، ان هو طبعا بيكون حياته كلها مشاكل ومش بيعرف ان هو يحلها. المهم ان بعد كده سيرة بتشكره وبتاخد بعضها بتمشي، وبعد ما بتمشي هو طبعا بيكون فرحان جدا بالكلام دوت. المهم ان تاني يوم بيصحى بيلاقي بنت قدامه يكون اسمها ناني بتقول له ان الفطار بقى جاهز. وبعد كده هو بيقول لها ايه اللي جابك هنا، وهي بعد كده بتقول له ان هي طبعا عملت له سمك مشوي علشان ترد له الجميل ان هو خلاهم يباتوا عنده. ونشوف ان الواد بيكون متوتر جدا ومن كتر التوتر بيخبطها في دماغها، ولما بيخرج لبره بياكل السمك كله، بنعرف ان هو بقاله فتره جامده ما اكلش سمك. وبنشوف ان هو لما كان بيحاول ان هو يصطاد كان بيفشل، وبيسالها هي ازاي اصطاد السمك ده كله، وبتقول له ان ديت كانت طريقه سهله جدا. وبعد كده بتاخده ناحيه النهر وبتبدا انها تستخدم قوتها الكهربائيه وبتطلع سمك كتير جدا. وبعد كده بنشوف ان هو بيبدا ان هو يطلب منها انها تستخدم قوتها مره تانية، وبعد كده بيستخدم قوته بيقدر ان هو يصطاد سمك كتير جدا. وبعد كده بيقدر ان هو يستحوذ على مهاره البارك ديت. وبعد كده بنشوف ان كلهم بيكونوا متجمعين عند النهر، وهو بقى بيبدا ان هو
بيسأل سيرة هي ناوية تعمل ايه، وهي بتقول له انهم لازم يدوروا على فريق الحماية علشان يشكروهم على اللي عملوه دوت، وبتقول له ان قبل كل حاجة لازم يعلوا مستواهم علشان يقدروا على اي وحش هم يقدروا يقابلوه. وبعد كده هارك بيبدأ ان هو يجمعهم ويبدأ ان هو يسألهم قبل كل حاجة مستواهم بيكون في المستوى الكام، ولما بيسمع الكلام اللي هم بيقولوا بيكون مصدوم جدا ان كلهم بيكون مستواهم عالي وهو بيكون اضعف واحد فيهم. وبعد كده بيبدأ ان هو يدربهم، وبعد كده بيأمرهم انهم يهزموا شوية الدهاب دول، لكنهم ما بيعرفوش يعملوا حاجة بياخدوا على دماغهم. وبعد ما بيدربهم شوية بياخدهم علشان يواجهوا الذئاب مرة تانية، والمرة ديت بنشوف انهم قدروا انهم ينتصروا على الذئاب ديت وبيكونوا فايزين عليهم. وبعد كده سيرة بتروح لهارك وبتقول له انهم كده هينزلوا المدينة معاه. وبعد كده بنشوف بطلنا هو بيكون ماشي معاهم، وبنعرف ان هو بيكون خلاص اتدبس معاهم. ولما بيكونوا ماشيين بيتفاجئوا انهم بيقابلوا وحش اورك بيكون كبير جدا، وبنشوف ان بطلنا بيبدأ ان هو يهجم عليه وبيقدر ان هو يتفادى كل هجماته. وبعد كده بيفتح شاشة الحالة وبيكون عاوز يدور على مهارة علشان يقدر ان هو يهزم الوحش دوت، لكن بيتفاجئ ان الوحش لقى مكانه. وبعد كده بنشوف ان هو بيبدأ ان هو يتفادى كل هجمات الوحش وبيختفي مرة واحدة وبيظهر ورا الوحش وبيديله ضربة وبيقدر ان هو يقضي عليه. ولكننا بعد كده بنتفاجئ ان الوحش بيقوم مرة تاني ويبدأ ان هو يدور على بطلنا. وفي الوقت دوت بنشوف ان هارك بيقول ما بدهاش، وبقى مرة واحدة بيستخدم قوته وبيديله هجمة من النار وبيقضي عليه على الاخر. وبعد كده بياخدوا الوحش دوت ويبدأوا انهم يتعشوا بيه. وبعد كده بنشوف بطلنا بيفتح الخريطة وبنشوف ان هو بيبدأ ان هو يحدد المكان اللي المفروض انهم يتجهوا ناحيته. وبعد كده بيحس ان في مجموعة بيكونوا بيطاردوهم، بنعرف انهم مجموعة المشاغبين، ولكننا بنكتشف انهم بيكونوا اصحاب هارك عادي وهم كانوا اصحابه من العالم القديم. وفي واحد من اصحابه بيتكلم وبيقول ان كان في مهارة عند الساحر وهي مهارة الاختطاف، وبيقول له ان كمان في كام مهارة كده بيكونوا خطرين جدا، وبيقول له ان كمان في مهارة اسمها فرط السيطرة وديت يقدر ان هو يسيطر على اي حد بواسطتها. وبيقول له ان مجموعة المشاغبين مش بس هم اللي عندهم المهارة ديت، وبيكون كمان في حد تاني عنده نفس المهارة دي. وبعد كده بنشوف ان بطلنا الغبي بيقول لهم ايوه انا كمان بمتلك مهارة الاختطاف، وهم بيردوا عليه ويقولوا انت كده كده مفيش منك اي قلق ان انت كده كده عبيط وغبي. وبعد كده هم بيقولوا لهم انهم هيراقبوا المشاغبين دول علشان ما يزوش اي حد تاني. المهم انهم بعد ما بيخلصوا كلام دوت بياخدوا بعضهم ويمشوا. تاني يوم بنشوف ان هارك بيكون ماشي وحده، ومره واحده سيرة بتنده عليه وبتبدا انها تقول له انها سمعته وهو بيتكلم مع الشباب امبارح، وتقول له انها بتمتلك مهاره الاختطاف، وبتقول له انها كمان بتمتلك قدره انها تقدر انها تخطف قدره اي حد. وبعد كده بنشوف ان بطلنا هارك بيرد عليها وبيقول لها انها بتكون طيبه ومش هتاذي اي حد، وبيقول لها كمان انها بتكون طيبه وعمرها ما تاذي اي حد، وهو كمان بيكون باسك فيها، وهي طبعا بتكون مبسوطه جدا من الكلام دوت. وبعد شويه وقت بنشوف ان هارك والمجموعه بتاعته بيكونوا مكملين في الغابه، وهارك مره واحده بتيجي في دماغه فكره كده، وبعد كده بيقول لسيرة ان هو شويه وهيرجع لهم وبياخد بعضه وبيطلع يجري على طول. وبنشوف ان هو بيبدا ان هو يستخدم اكتر من مهاره في مره واحده، وبيبدا ان هو يستخدم مهاره تخفيف الاوزان، وبنشوف ان هو بيتحرك بسرعه كبيره جدا لدرجه ان هو بيقدر ان هو يطير في الهواء كمان. وبعد ما بيطير بنشوف ان هو بيجي في دماغه وهينزل على الارض ازاي ان هو مش هيعرف ينزل لوحده، وبنشوف ان هو ما بيعرفش ينزل ومره واحده بيقع على دماغه. وبعد كده بيرجع لباقي المجموعه وبيكون متخرشم على الاخر. وبعد كده سيرة بتقول له هو ايه اللي حصل، وهو بيبدا ان هو يحكي لها ان هو لما كان بيحاول يطير ما عرفش ينزل وقع على دماغه. المهم ان بعد شويه مشي كده بيكونوا كويسين جدا قدروا انهم يخرجوا من الغابه، وبنشوف ان الفريق كله بيكون مبسوط جدا. وهارك بعد كده بيفتح شريط الحاله وبيكتشف ان هو اكتسب مهاره الطيران. المهم ان بعد كده بيستخدم مهارته الجديده وبيقدر ان هو يمشي على الهواء، وبيكون اكتسبها لما كان بيحاول ان هو يقدر يطير. وبنشوف ان سيرة اول ما بتشوف الكلام دوت بتكون مصدومه على الاخر. وبعد كده بنشوف انها بتبدا انها تساله وبتقول له انت اتعلمت المهاره ديت ازاي، ومن المهاره دي مش مع اي حد. وبعد كده هو بيقول لها ان هو اطمن من الطريق. وبعد كده بيستخدم مهاره الرؤيه وبيبص وبيشوف مجموعه مغامرين بيكونوا واقعين في مشكله كبيره، وبنشوف ان هارك لما بيشوفهم بيقرر ان هو يروح علشان يساعدهم. وبعد كده بيحط جسمه بشويه قوه كده، وبعد كده بيستخدم مهاره الطيران وبيبدا ان هو ينطلق بكل سرعته. وبنتفاجئ ان هو بيكون سحب سيرة معاه وهي طبعا بتكون متبهدله وراه على الاخر. وطبعا هو لما بيكون طاير بيكتشف ان هو ما بيعرفش ينزل، ومره واحده بينزل على الارض زي ما يكون صاروخ نزل على الارض. وطبعا من شده الوقعه اللي هو وقعها الوحوش كلها بتكون ماتت، وطبعا هو بيكون متعود على الوقعات ديت لكن سيرة مش بتكون متعوده. وبنشوف ان بعد كده سيرة بيكون مغمى عليها. وبعد كده بنشوف ان المغامرين بيكونوا مستغربين لكن في النهايه بيشكروا ان هو انقذ حياتهم. وبنعرف انهم بيكونوا مغامرين وبيكونوا بينفذوا احد المهمات اللي كانوا مطلوبين منهم من النقابه، ولكنهم طبعا كانوا هيموتوا لولا تدخل هارك في الوقت المناسب. وبنشوف ان هارك بعد كده بيديهم فتره علشان يرجع قوتهم مره تانية. وبعد كده بنشوف ان باقي الشله بيكونوا خلاص وصلوا عندهم علشان المغامرين يردوا الجميل بياخدوهم ويوصلوهم لحد المدينه. وبنشوف ان باقي الفريق كله طبعا بيكون مبسوط جدا وبيجروا ناحيه المدينه. وبعد كده بياخدوا بعضهم كلهم يدخلوا للمدينه، وبنعرف ان المدينه بيكون اسمها مدينه اومو. المهم ان هم بعد كده بياخدوا لفه في المكان، وبعد ما بيخلصوا لفتهم بياخدوا بعضهم يطلعوا على نقابه المغامرين. ولما بيروحوا هناك الكل بيكون بيتنمر عليهم ومحدش بيكون طايقهم في المكان. المهم ان في واحد بينزل كده وبينده على واحد من الفريق اللي بيكون انقذه هارك. المهم ان بعد كده هارك بياخد بعضه وبيطلع لرئيس النقابه، وبعد كده الرئيس بيروح ناحيه هارك وبيبدا ان هو يشكره جامد علشان هو بيكون انقذ فريقه. وهارك طبعا اول ما بيشوف الكلام دوت بيكون متفاجئ جدا وبيقول ان هو بيكون شخص غريب الاطوار. المهم ان هو بعد ما بيخلص معاه بياخد بعضه وبيكون نازل على السن، وبعد كده بيروح للبنت
ديت، وبيكون عاوز يبيع الغنائم اللي هو حصل عليها من قتل الوحوش. وهي بعد كده بتقول له تمام طلع اللي معاك هنا، وهو بعد كده بيطلع احجار كتيره جدا. وهي طبعا اول ما بتشوف الكلام دوت بتكون مصدومه جدا وبتقول انها مش معاها حق الكلام ده كله. وبعد كده بتطلع الفلوس اللي بتكون موجوده في النقابه كلها، ورئيس النقابه بيقول ان دوت بيكون جزء من الفلوس، ولما يجيبوا الجزء الثاني هيدوا له باقي الفلوس كلها. وهاركا طبعا بيوافق على الكلام دوت، وبنشوف ان باقي البنات كلهم بيكونوا سجلوا جوه النقابه، وبنعرف ان كل اللي هناك بيكونوا بيخافوا منهم ان مستواهم بيكون عالي جدا. وبعد كده بتيجي واحده من البنات وبتطلب من هاركا ان هو يروح علشان يسجل عشان الدور جه عليه. وبعد كده هو بياخد بعضه وبيخش علشان يسجل، والبنت اول ما بتشوف احصائياته بتتفاجئ جدا وبتقول له امشي من هنا. وبنعرف ان اقل مستوى ممكن يسجل بيه هو المستوى العاشر، وبنعرف ان هو بيكون في المستوى التاسع. وبنشوف ان هو بيبدا ان هو يتحايل عليها علشان تقبله علشان شكله ما يكونش وحش، لكنها بترفض على طول. وبنعرف ان النقابه كمان بتكون جابت لهم مكان علشان يباتوا فيه، وبيكون مكان نظيف جدا و5 نجوم على الاخر. والمهم ان تاني يوم بياخدوا بعضهم وبيروحوا للنقابه بيقابلوا المغامر دوت اللي بيكون اسمه اثار، وبياخد اركو وبيقول له ان هو ياخدوا المكان بيبيع اسلحه جامده جدا. وبنشوف ان هو بياخدوا المخزن اسلحه بيكون فيه اسلحه قويه جدا، واركا طبعا بيكون مصدوم جدا من الاسلحه ديت. وبنشوف ان هو بيبدا ان هو يستخدم الاسلحه دي كلها وبيبدا ان هو يجمع فيهم، وبيقول ان هو اشترى كل دوت خلاص. وبعد كده بيرجع للبيت وبيكون عاوز يهرب من المكان، وبنشوف ان هو بيكون خايف لحد يمسكه. وبعد كده بنشوف ان بتكون جات له فكره وهو نازل، وبنشوف ان هو بيفعل وشاحة تخفي وهو نازل عشان ما حدش يشوفه. وبنشوف ان هو كمان بيتمشى من وسطهم ومحدش بياخد باله منه. وبنشوف ان هو بيجري ناحيه سور المدينه علشان يهرب، ولما بيكون خلاص هيهرب بيكون في مجموعه من البنات بيشوفوه بالصدفه وبيكونوا معديين بالصدفه وبيمسكوه على طول بياخدوه وبيروحوا لسيرة. وبعد كده لما بياخدوه بيروحوا لسيرة وبيقولوا لها ان هو بيكون عاوز يهرب، وهي طبعا بتمسكه وبتربيه على الاخر. وبعد كده بنعرف ان البنات بيكون عندهم مهمه علشان ينجزوها من النقابه، وبنشوف ان هو بيحاول ان هو يهرب مره ثانيه، وبالمره ديت بيقدر ان هو يهرب منهم، وبيكون طبعا فرحان جدا ان هو يقدر ان هو يرجع للغابه ويتدرب ويعلي مستواه. ولكنه بعد كده بيشوف ان في عربيه بيكون في مجموعه بلطجيه بيكونوا بيهجموا عليها، وبعد كده بيبدا ان هو يستخدم قوته وبيقرر ان هو يهجم عليهم، لكن العصابه بيقرروا انهم يخطفوه هو كمان. ولكن هو ما بيسكتش وبيبدا ان هو يهجم عليهم بسحر النار وهم ما بيقدروش عليه. وبعد كده بنشوف ان العصابه بيتجمعوا كلهم وبيقرروا انهم يهجموا عليه، لكنهم ما بيعرفوش يعملوا معاه اي حاجه. وبعد كده بنشوف ان العصابه طاقتهم كلهم بتكون خلصت وبيقعوا كلهم على الارض. وبعد كده بنشوف ان في بنت بتخرج من العربيه بتبدا انها تشكره ان هو بيكون انقذ حياتها، وبنعرف ان اسمها بيكون مينا، وبنعرف انها بتكون ابنه احد النبلاء. وبعد كده بتاخده علشان باباها يكافئه بسبب اللي هو عمله دوت. وبعد كده بيركب معاها العربيه بيسالها هي بتكون منين، وبتقول له انها بتكون من مدينه وبنعرف ان باباه بيكون حاكم المدينه ديت، وهي نفس المدينه اللي هارك كان لسه هارب منها من شويه، وهو طبعا حظه بيكون وحش على الاخر. وبعد كده بنشوف مجموعه المشاغبين اللي بيكونوا بيتقاتلوا مع الطلاب دول، وبنشوف واحد من المشاغبين بيبدا ان هو يهجم على طالب من الطلاب، لكن في واحد مقنع بيهجم عليه على طول وبيقتله. وبعد كده بنشوف ان باقي المشاغبين بيبداوا انهم يهجموا على المقنع دوت، لكنهم ما بيعرفوش يعملوا معاه اي حاجه، ولما بيلاقوا كده بيبداوا انهم يهربوا كلهم. وبعد كده بنشوف ان المقنع خلاص بيكون هيقتلهم. وبعد كده بنشوف هارك واللي بيكون راكب العربيه وبيكون عاوز يخلع باي طريقه، ولكن البنت بتقول له ان هو مش لازم يمشي دلوقتي علشان هي تقدم له مكافاه كبيره جدا، وبتقول له بسبب ان هو بيكون انقذها. وبعد كده بتقدم له اكل كتير جدا، وكمان بتدي له مكافاه كبيره جدا. وبعد كده بتدي له بطاقه بيكون مكتوب عليها اسم الملك، ودي يقدر يخش ويطلع بيها من المدينه براحته. وبعد كده بيلف شويه في المدينه، وبعد كده بيقرر ان هو بيمشي، وبعد ما بيمسك البطاقه بيوريها للحارس بيخليه يمشي على طول. وبعد كده بنشوف ان هارك بيكون مبسوط جدا وبيقول اخيرا هرجع للغابه مره ثانيه. وطبعا هو بيكون فرحان جدا لما بيكون وحده بعيد عن اي حد، ولكن مره واحده بيتفاجئ ان في وحش من وحوش الاورك بيهجم عليه، لكنه بيقدر ان هو يهزمه بضربه واحده. وبعد كده بيكمل طريقه عادي ومفيش اي حاجه، لكن الحلو طبعا ما بيكملش، وبيتفاجئ لما بيكون ماشي بيشوف دم في كل حته، وبعد كده بيتبع الدم دوت ويبدا ان هو يجري، وبيكون طبعا قلقان على الطلاب جدا، وبيتفاجئ ان بقيه الطلاب بيكونوا مرمين على الارض وساحين في دمهم. وبعد كده بيبدا ان هو يستخدم علاج سحري وبيرميه عليهم كلهم، وفعلا بيقدر ان هو ينقذهم. وبيبداوا انهم يحكوا له اللي بيكون حصل معاهم، وبيقول لهم ان في واحد مقنع بيكون هجم عليهم وخلص على المشاغبين كلهم، وبيقول ان المقنع دوت بيكون بيدور على سيره وبيكون عاوز يقضي عليه. وبعد كده هارك بيقول لهم انهم ياخدوا بعضهم يمشي من المكان دوت، وبيقول لهم انهم يروحوا للمدينه عشان هناك هيكون امان، لكنهم بيرفضوا، بيقولوا انهم بيكونوا عاوزين يساعدوه، ولكنه على طول بيرفض وبيقول لهم انهم لازم يروحوا علشان لو قعدوا هيكونوا عائق بالنسبه له، وبيقول لهم ان مهما حصل مش هخلي اي حد يأذي زيرة او اي حد تاني من الطلاب. وبنشوف ان هو بيبدا ان هو يدور على المقنع دوت، وفي نفس الوقت دوت بيبدا ان هو يتدرب علشان يعلم من مستواه. وبعد كده بيقعد مع نفسه وبيقول ان هو لازم يتدرب شويه تاني علشان يكون اقوى، وبيقول ان هو لازم ينتصر على المقنع دوت. وبعد كده بيجيله فكره ان هو يدمج مهاراته كلها مع بعض، وبعد كده بيتفاجئ بمجموعه غيران وبيقرر ان هو يهجم عليهم وبيخلص عليهم، وبيقول ان هو لازم يلاقي وحش اقوى علشان يقدر يهزمه. وبعد كده بيتفاجئ ان في غول عملاق بيبدا ان هو يهجم عليه، هو طبعا اول ما بيشوفه بيكون مبسوط جدا وبيقول هو دوت الكلام. وبنشوف ان الغول بيبدا ان هو يهجم عليه، وهو بيبدا ان هو يتفادى ضرباته وبيقول هو كده كفايه، وبيبدا ان هو يجمع قوته كلها. وبنشوف ان هو بيبدا ان هو يدمج مهاراته كلها، وبضربه واحده بيقدر ان هو يقضي عليه، ولكن طبعا ما فيش اي حاجه بتكمل. وبيتفاجئ ان بيكون في واحد الشركانه
التاني بيكون قوي بيظهر وراه. طيب بما انك وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولو عجبك الملخص اكتب لي في الكومنتات. وهو ده طبعا كان اول ملخص على القناة، فلو عاوزني اكمل في الملخص دوت اشترك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا مع السلامة.